السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا مرة أخرى مع بودكاست المستر. الحلقة رقم كام؟ 4. 4؟ ماشي، حلو. المهم نتكلم عن موضوع النهاردة. موضوع أنا شايف إنه حلو، يعني ماذا سيحدث لو كنت تعيش على الكوكب لوحدك، أو ما الذي كنت ستفعله لو كنت تعيش على الكوكب لوحدك؟ ابدع بقى، ابدع. هعيش حياتي. الا تعيش حياتي لوحدك، انت قاعد على الكوكب لوحدك. البيت لما بيتصب لوحده ايه اللي بيحصل؟ ما بالك بقى الكوكب بيتصب لوحده؟ الكوكب كله. فكره. هتعمل ايه طيب؟ هنسافر العالم. بس بصراحه هو في يا مشكله. ابني بتقول لك هتعيش لوحدك. هو انا ما بعرفش اسوق، فمش هعرف الف العالم بقى لوحدي، رجلي بتوجعني. مش بعرف اسوق. عندها مشكله. انا محتاج حد يوصلني، يقعد يلف بيا. يعني هنا جنى فشلت في ان هي تعيش على الكوكب لوحدها، لان اول كلمه قالتها هحتاج حد يوصلني. نعيد الكرم تاني بقى. ما الذي سيحدث لو كنت تعيش طب على الكوكب ماشي، لوحدك؟ خلاص قبل ما يموتوا هما هيعلموني السواقه بعد كده. ايه ده؟ يا دي النيله. سواقة ايه؟ سواقة العربيات؟ مش بعرف. ماشي بعرف كويس السواقه، لكن الفرامل مش بعرف. ممكن اخش في طب اصلا. ما براحتك، يبقى معاكي بقى عربيات كتير ويبقى معاكي حاجات كتير طب قوي. ماشي، يعني ايوه، يعني اجرب في كذا واحده. طب مين اللي يا حبيبتي هيعالجني لو عملت حادثه او ساكته؟ يعني دلوقتي نوصل برضه لمرحلة اللي هو ما ممكن تعمل حادثة لبقية بتبقى حياة الشر. مملة. ايه؟ بتبقى حياة مملة. لا والله. لا والله. استنى عشان نشوف ده شكله عنده ابداعات. ده يعني هيألف حاجات. يا ليلى، الحلقة قوي. لا ليلى، تخيلي الكوكب بيتثبت لوحدك. يعني طب بصي يا ستي، هسألك سؤال الاول. هو لما البيت بيتثبت لوحدك بتعملي ايه؟ بخاف. تخافي؟ والله انا ما حدش يسيبني في أول البيت لوحدي. جرعة أخدناها من الموضوع إن ليلى لو اتثبت في الكوكب لوحدها هتخاف. أو أصلا كوكب انا بقول لكم في البيت. في البيت بس ايه ده؟ بتخاف. لا، ما هو أنت بقى ما هو مش هيبقى في حد تخافي منه، خلاص كده انا مش انتي بخاف من لوحدك. حد. عفريت يعني يطلع لك؟ من الوحدة نفسها. لا مش من الوحدة خالص. أمال إيه؟ عفريت انا يطلع بالعكس، لك؟ ده انا بحب الوحدة. يا ساتر. يا ساتر يا رب. لا انا لا إيه؟ انا شعور ذات نفسي ان انا هقعد كده لوحدي مرعب بالنسبة لي. مرعب. عفريت يعني يطلع لك ولا ايه؟ اكيد مش عفريت، انا يعني ده يعني عنده حاجات كتير قوي عايز يقولها. لا يعني حاسة تبقى حياة مملة، هنحتاج ناس. لا مش حابة. يعني أنت مش متخيل الوضع اللي هو تعيش على الكوكب لوحدك، صح؟ هي حاجة حلوة وحاجة يعني ان انا بقى هبقى واخدة راحتي، محدش هيحاسبني على حاجة، ماشي. بسهر براحتي، أيوه ماشي. كسر براحتك. محدش هيحاسبني. بس أيوه، ما فيش حد هيحاسبك. طب وأنت جنى؟ انا هو انا ما جربتش، بس لو جربت هيبقى شعور حلو قوي. انا بقول لك لو البيت اتساب لي لوحدي بيبقى بالنسبه لي يوم عالمي. مش عارفة لا، والله. هعمل لها شوت ازاي دي. مش عارفه. طب قلت يعني طب ماشي، كمل. اما بقى لو الكوكب كوكب كله عايش عليه لوحده هتعملي ايه؟ لوحدي وانت عارف كتير أوي. لا مش هعرف اعمر لوحدي. ايوه. ماشي. يعني اتفضل يا سيدي. اولا يعني كده بعرف اولا بعرف اسوق العربيه، هلف بيها زي ما انا عايز طبعا بقى، ولا في كمين ولا مش كمين ولا اي حاجه. مش الكلام ده. امشي بقى براحتي. اولا هروح اصيف لي يومين 3. ماشي. الصيف يومين ده، الصيف عن يومين ده والشط مفتوح لك. هو ايه؟ مش ما فيش ولا حد هيمنعني ادخل. هو قصده هيروح يصيف يوم تاني. حد هيمنعني ان انا ادخل؟ مفيش حد غيرك على الكوكب. بس خلاص. بعد كده هفتح شات جي بي تي او اي حاجه واخليه يعلمني الطيران، واسافر اروح اي دوله. هيروح على مطار القاهرة، لا الطيارة هناك يركب يروح. هسافر اي دوله تانية. هسافر مثلا الصين، اخد الاختراعات اللي عندهم هناك، العب هناك شويه 5 دقايق، اقعد هناك كده الف. مثلا اروح اليابان. ده هيلف. كل ده في 5 دقايق؟ لا مش 5 دقايق. ده تلحق اصلا تنزل منهم. مثلا هروح الصين. اولا هاخد كل الروبوتات اللي هناك عشان ما بقاش قاعد لوحدي. ما هو الروبوتات هتبقى شغاله. ما هو الناس هتختفي بس كل حاجه تبقى زي ما هي. الروبوتات بقى هتيجي معايا عشان تسليني وكده، ومثلا الحاجات اللي انا مش بعرف اعملها هم يعملوها كده. يعني مثلا روبوت يطبخ، روبوت يلعب معايا، روبوت يسوق الطياره مكاني. هو منطق والله. انت عارف الروبوتات دي لو جدعه يعملوا خطه عليكم يقتلوك. عشان ده اخر بني ادم على الكوكب. ما ده اللي احنا اتكلمنا فيه في اول الموضوع، بس ماشي. المهم بقى بعد كده لما اروح ماشي
هروح مثلا ايه اعيش مثلا في اي حته انا عايزها بقى. اروح مثلا اروح امريكا احكم اكن الحاكم هناك، واقعد الروبوتات اكنهم الناس اللي عندي. الرعاة بتوعي وقت في جواه اللي هو طاقة غريبة. ماشي. حلو بس بعد كده بقى ايه هعمل ايه عشان دي نسيتها، المفروض كنت اقولها في اول ما اصحى من النوم، يعني ان انا هروح اكل اندومي. يعمل حلقة بعرف اعمل اندومي. بعرف اعمل اندومي. هروح السوبر ماركت، طبعا ما بيبقاش في حد وكده، والكاميرات يعني ايه الكاميرات شغاله مش هتقفشني. هجيب طريقه فتح اي قفل من على شات جي بي تي وافتح القفل وادخل اسرع. الحلو في الموضوع اللي هم خلاص تعرف تكسر. اكسر القفل بس يلا شات جي بي تي. ماشي، شات جي بي تي هيساعدني، يعني ما انا ما لقيتش حد يساعدني من البني ادمين، شات جي بي تي مفيش بني هيساعدني، آدم. او الروبوتات اللي انا جبتها معايا من الصين ماشي ساعدني بقى. تفتح الروبوت هي بالنار بقى، تعمل اي حاجه المهم تفتحها. افتح اي سوبر ماركت كبير هايبر بقى، مش سوبر عادي، اخد كل الاندومي اللي فيه واروح في اي بيت بقى، اي بيت ادخله، اي بيت الاقيه قدامي هدخله، مش هكسر الباب وادخل. هلاقي اي حله كبيره خالص واعمل اندومي واعمل اندومي براحتي وتاكل. واكل لوحدي بقى. انت عايزه تخشي معاه في الحلم؟ ما كنت دلوقتي مش عارفه تعيشي على الكوكب من غير ما ايوه انا مش حابه ده عشان حاجه وانت قوي. واجيب مثلا ايه، ايوه ادخل اي بيت. تخيل كده، استنى تخيل لو الروبوت اكل معاك هيقول لك ايه؟ يعني ايه اكل معايا؟ لو جه قال لك انا عايز اكل اندومي معاك، هقول له انت لا يمكنك الاكل لانك لست طب ما تكلموا عندك معده. عندك معده. بتقول له يا باشا انت مالكش تاكل معايا عشان الحوار ده مش لا اتعامل معاهم باحترام عشان ما يموتونيش على رايي، ماشي. يموتوني انا ناقص. مهم ماشي. اكل بعد كده بقى ايه، اقول للروبوت مثلا ايه واروح للماكينه اللي ايلون ماسك كان عاملها، اللي هي بتصور اي انسان قدامها دي. ماشي، هروح هناك واخليها تصور نفسي، تمام، ويبقى معايا توأمي عايش معايا، ونعمل اللي احنا عايزينه كله. ماشي، ومش هبقى لوحدي، وممكن نعمل مني نسخ كتير جامد. قدر ان هو يوصل لمرحله انه يخترع بنات، ومش هقعد لوحدي في الكون. قدر انه يعمر الكون. بس شايفه انت مع اول حل اندومي كنت عايز تشتري معاه. والاصدقاء وطبعا مش هقدر استغنى عن الاصدقاء. العائله هديله صور ليهم. تستغنى عن ايه؟ انت هتجيب صورهم من ايه؟ من على التليفون، مش هيبقى معايا هدي في اي يو اس بي او اي حاجه ادخله في المكنه يعمل لي صديقي. ماشي. بس خدتوا بالكم ان ايلون ماسك مخترع ايه؟ مخترع مكنه بتخترع البني ادمين. فكرة لسه في حاجات بس يعني ايه مش عايزه اقولها علشان كفايه كده. كفايه كده عليا. ماذا لو كنت تعيش على الكوكب لوحدك؟ ما احنا قلناها. والله هسوي حاجه ويرد قوي ان انا اتخيلها. هي ليلى انت مع اول حلقه اندومي كنت بعملها وكنت عايزه تيجي تعيشي ماشي، معايا. لا انا قلت انت هتاكل لوحدك يعني، بس التعبير اخدني. مش لا هي تخيلت حلة الاندومي مش اكتر. جيل الاندومي. هذا جيل الايش الاندومي. والله انا اقول لكم حاجه. انا بقى ثانية بعد اذنك بس هتأمل. اهدى بس. ماذا لو كنت يوم واحد على الحياة بدون اي حاجة؟ بنقول يلا انت بقى. انا فعلا بجد هتأمل والله. يعني ايه هتأمل؟ تعمل ايه؟ هقعد اتأمل في الوضع اللي انا فيه. بعد كده ازاي؟ يعني مثلا يعني انت متخيل اصلا زي ما ليلى قالت من شويه، انت قادر تتخيل الموضوع؟ لا بالعكس. انت كل اللي انت بتقوله ده هزار. فاهم. تعالى كده وقف للحظه وتخيل ان مفيش حد على الكوكب غيرك. مش هتقدر تتخيلها. هي صعبه. بس خيال علمي يعني. خيال علمي تيجي مع كده في افلام كتير خيال علمي، بتلاقي واحد مثلا نزل امريكا كده ومحطمه لوحده. انتوا متخيلين الوضع اللي هو لو في الوقت اللي احنا فيه ده استحالة اقدر اعيشها خالص. انا حاسه هموت وراها. لكن بقى لو اللي هو اول مرة اصلا اعرف يعني ايه حياة والكلام ده كله، فهتعايش مع الموضوع انا ما كنتش اعرف اصلا. ما هو ده الطبيعي، طالما عقلك ما ادركش الشيء قبل كده، فاول حاجه بيشوفها او بيدركها بيسيستم نفسه ان دي الحقيقه. يعني انت لو عبد الرحمن عاش اول ما اتولد لقى نفسه لوحده على الكوكب هيتعامل، لان هو اصلا قبل كده ما كانش يعرف، فبالتالي هتتعامل. انا بالنسبه لي في موضوع زي كده التامل هو اكتر حاجه ممكن الواحد يفضل يعملها كتير قوي
من غير ما يمل. عارف ليه؟ انت لو عملت عكس كده هتمل. يعني مثلا ولا نفترض ان عبد الرحمن عمل حلة اندومي خلصت، عمل حلة اندومي خلصت، عمل حلة اندومي خلص، مش هيجي له وقت ويزهق؟ ماشي. ما هو يا مستر لا ما هو بيحب الاندومي قوي. طب يا مستر، ما هو الروبوتات هتعمل لي، هقول لها مثلا كل الاكلات الحلوه اللي انا بحبها، كل اللي انا بحبه، بس يعني هتزهق برضه. تعملها لي. على هتزهق. فكره لما تلاقي الحاجات تبقى كتيره قوي قدامك او متوفره بص بتكون حبيبه قوي. دايما لو ما تلاقي الحياة سهلة زي ليلى ما بتقول او اي حاجة متوفرة كده لدرجة انت كل ما تطلب تلاقيها متوفرة، انت هتمل. هات لي شيء ما تملش منه، هي حاجة واحدة بس، التأمل. بالعكس. لا بالعكس. والله ما هو انت في الوضع اللي انت هتبقى فيه هتلاقي نفسك بتتكلم في الموضوع، قصدي بتتأمل كده، حاسس ان الموضوع بياخد منحنى تاني جد شوية، تقعد بقى تفكر، فبتشغل عقلك. بس بتشغل عقلك بايه؟ زي ما بنقولها بالبلدي كده او في الافلام الاجنبي، بتشغل كل الطاقة بتاعت عقلك، بتخلي عقلك يقعد يفكر في كل حاجة. انا ساعتها عقلي هيقع. ايه ده؟ لا مش للدرجة والله بجد. هو في ناس ما الموضوع نفسه صعب تخيله. ايه ده، انا هعيش على الكوكب لوحدي؟ طب ازاي؟ يعني انت متخيل انت اصلا اول لما بتيجي تتخبط إيه اللي بيحصل؟ بتدور على حد يكون جنبك، او اول لما بتتعب، هو اي حاجه اول لما بتحتاج اي حاجة اصلا، او اول لما بتيجي تعمل اي حاجة انت محتاج حد جنبك، صح؟ طب انا قلت لك مثلا اروح الماكينه اللي امك عاملها واعمل نسخ كتير عشان طب يبقوا بص يا عبد يساعدوني. الرحمن، يعني انت مثلا ممكن تغير اهلك في مكان هتكون مرتاح اكتر. بس بقى ما يلا. انا عمال بقول لك كده يا ابني. ابو ايه المشكلة؟ هروح اخترع عبد الرحمن تاني وبعدين يعني هتستغنى عن الناس. اصل ده عبارة عن نسخة وليس حقيقي، يعني كل اللي انت عملته واقع افتراضي برضه. ما انا قلت لك هعمل عيله. ما هتعمل عيلة كاملة من النسخ؟ والله يا ماما لو سمعت الكلام ده لتنفخك بالله. ازاي عايز تعمل عيلة وتسيب العيلة الحقيقية؟ طب تخيل معايا لو الحياة من غير مدارس، ياه احسن حاجه. ياه تحفه. هتتعلم بجد يعني. لا ما احنا متعلمين اوريدي. اه لا امال ايه؟ تخيل ان هي كانت من غير مدرسة من وانت صغير. من اول ما اتولد لا. طب ماشي، ما احنا كده كده ما نعرفش المدارس عشان نحب المدارس مش هتكون ونروح. فاهم حاجه خالص خالص. يعني انا عايزك تتخيل اصلا ان الموضوع تخيل الحياة من غير مدرسة هيوصلك لمرحلة انك زي ما ليلى قالت هتبقى انت حاسس نفسك غبي قوي. او مش تفهم اي حاجة. طب ماشي، ما هو ما فيش كلنا هنبقى من غير مدارس. ايوه ما هو كلنا يبقى هنبقى كلنا شبه بعض. هنتعايش طب كده. الانسان بقى، ايوه الانسان كان يعني ده معناته ان انت عندك قناعه تامه ان المدرسه هي اللي مخليه البني ادم يقدر ايه؟ لا انا مش عندي قناعه. انا متاكده. يعني انا متاكده. الواحد يا جماعه ما يعني هو انا مش بحب المدرسه عشان بنصحى بدري بقى وحوار ومذاكره وواجب وكده، بس لا هي حاجه مهمه. يعني تخيل حاجه كده من غير مدرسه. ولا هصحى بدري ولا هروح دروس ولا مدارس بقى ولا واجب ولا اي حاجه. هتعمل ايه بقى في يومك؟ اقعد على التليفون، النت كده يعني. اعمل برامج بجد هتستغل الحياه في طب ما كده من الكلام بتاعنا دايما بحس انه ده عصر السوشيال ميديا او عصر الميديا عامه. طب انت مش هتبقى فاهم حاجه عشان تعمل كودز عشان تعمل الاب اللي انت هتعمله. لا ما هو مش انا لوحدي بس. انت مش متعلم يعني. هو انا بس اللي مش متعلم ولا كل العالم كله؟ ما اصلا مش هيبقى في. لا طب هقول لك اسالك السؤال بطريقه افضل. ايه يعني العالم على وضعه الحالي، بس ايه اللي هيحصل لو كل التعليم اللي انت اتعلمته راح من دماغك مره واحده؟ لو انت لوحدك اللي هيحصل ايوه لو فجاه العالم على وضعه الحالي؟ العالم على وضعه الحالي وفجاه التعليم اللي انت اتعلمته في حياتك اتشال من دماغك مره واحده. عادي هبدا اتعلم من جديد، سهله يعني. ازاي؟ قول ازاي؟ خطوات بقى، عايزين خطوات. يا اما اونلاين يا اما اشوف مستر اتابع معاه يعلمني من الاول خالص. والله؟ والله. شايف ان عندك قابليه تتعلم وانت كبير اصلا؟ لا هو ولا العالم كله. العالم كله مش هيبقى فيه حاجه اسمها تعليم اصلا. ايوه لا هو قصده لو العالم كله لسه التعليم بتاعهم زي ما هو، بس انا بس اللي نسيت التعليم. لا كل العالم كله نسى. اصلا هيعرف منين يعني؟ طب مين اصلا اللي هيعلم؟ حلو فكره ان هي جنى قالت ايه؟ طب هو هيجيب منين فكره التعليم؟ ايوه حلو ده. اونلاين، هيبقى متخزنه اونلاين.
يعني طب ما يعني انت هتجيب منين فكره ان انت عارف الاونلاين اصلا؟ يعني مسحت ذاكرتي يعني ولا ايه؟ انت عمل لك مسح ذاكره في اي حاجه اسمها تعليم. هلاقي البتاع ده قدامي، ده مش هبقى عارف انت مش هتكون عارف تتعامل معاه خالص. افتحه تخيل بقى. ماشي. عقل مش هيقدر يجيبها. قول. استنى، يعني مش بعرف اقرا اصلا. التعليم اللي كان في دماغك كله طلع مش كده، مش بخر. لا يمكن التعليم، لا يمكن. جدع والله. لا يمكن، استحالة. بص هو انت عارفين بقى هو بدأ يعمل ايه دلوقتي؟ بدأ يفكر في الموضوع اللي هو ايه؟ انا هتعامل مع التليفون ازاي؟ مش عارف اصلا التليفون، انا ما اعرفش ان هو بيشتغل كده. فاهمين؟ او اصلا ما اعرفش الارقام اللي في التليفون، او ما اعرفش ايه ده. ايه اصلا؟ ما اعرفش ايه ده. فبالتالي اول ما اشوفها كده مش فاهم، فاقوم جاي لو اعمل كده فمفيش عقل يتخيل ان التليفون ده ممكن يخلينا نتواصل مع حد او اي حاجه. ما هو انت كده الله ينور عليك. ايه ده اصلا؟ فهنا بقى انت بتقدر تجيب حاجه بجد والله، تقدر تجيب حاجه ان احنا نقدر نتعلم من خلالها. عندي حاجه مش عارف هتكون يعني مفيده قوي ولا لا. مستر، هو مثلا لو واحد عنده روبوت في البيت ماشي، وقعد يقول له مثلا انت مين، والروبوت ده اكيد هيرد عليه وهيقول له مثلا ايه، طب انا اسمي ايه، والروبوت اكيد هيبقى عارف اسمه. طب هيقول له طب احنا حصل لنا ايه، وهيقعد يساله يعني. ده لو حد عنده روبوت. انما احنا في مصر هنا ما حدش عنده روبوت غير بومبا ولذيذ ولا ما اعرفش لذيذ زومبا. بس دول مش حقيقيين. ماشي. المهم يعني في ناس مثلا على فكره عندها روبوتات عادي. معاك 32,000 دولار؟ لا مش انا يعني، بس في ناس ويا مثلا في ناس معاها، والناس دي ممكن مثلا تعرف ناس وكل الناس تقعد تتعلم بعضها. قصدك يعني ان الكوكب كله الروبوتات اتلغت من على الكوكب؟ انت اتلغت من على الكوكب. مفيش روبوتات. ما انت مش تدينا حل نتوقع. لا بس في عربيات فيها اي هنعمل ايه يعني؟ في عربيات فيها اي اتعلمنا لا، ما الاي احنا هنشيل الاي من الكوكب. يا اما مفيش حاجه اسمها ايه في الكوكب، يلا بقى. مفيش كمبيوتر اصلا. مفيش كمبيوتر اصلا ولا تليفونات ولا اي حاجه. انا هسيب لك التليفون. رجعنا. طب ازاي يعني؟ ايه ده؟ هسيب لك التليفون. كمبيوتر اصلا معمول قبل التليفون. ماشي، هسيب لك التليفون يا سيدي، يعني هسيبه في العصر الحديث. التليفونات الكمبيوترات اتلغت من زمان. اقول لك الكمبيوترات موجوده بس الاي اي نفسه مش موجود. اي نفسه مش موجود. ايه هعمل ايه؟ حد فيكم عنده حل يعني؟ بالله بجد حد عنده حاجه؟ لا والله انا كل اللي عندي هنبدا حياه من العصر الحجري، احنا مش عارفين اي حاجه زي حاجه. جينا جابونا كده، دي دنيا هتعيشوها حياه اتعايشوا وهنتعلم واحده واحده. هو حكايه العصر الحجري، هو البني ادم كان بيتولد، فاكرين انتوا في الدراسات بقى على ضفاف نهر النيل، والناس بتتعلم معرفش واكتشف النار وبدا يصطاد ومعرفش مين الكلام ده كله، صح؟ الحاجات دي هو في حاجات بدأ يكتشفها من نفسه، وفي حاجات كان متعلمها من اللي قبل. انا هنا جاي اقول لك ان الكوكب على وضعه الحالي هنشيل منه التعليم، او من عقول البشر كلها التعليم بمعنى، ونشيل اي اي. هو كده اصلا حتى لو الاي اي موجود، انت ازاي هتتعامل مع الاي اي وانت مش عارف تتعلم؟ ايه الغباء ده؟ مثلا ما هو مثلا انا زي ما قلت لك، لو في روبوت هقعد اتكلم معاه هو هيعلمني، هيعرفني، هقول له طب ايه اللي بيحصل، يعني احنا فين. طب انت اصلا ازاي هتساله ايه اللي حصل لنا؟ انا هقول له ايه انت مين، ماشي، وهيقعد بقى يتكلم معايا يقول لي انا روبوت ومش عارفه، اقول له يعني ايه روبوت وانت. ما الروبوت اتشال منه التعليم هو كمان، يعني ممكن يكون غير. ايه لا ما ينفعش اصلا. يعني ايه روبوت اتشال منه ما احنا قلنا تعليم؟ الاي اي مش موجود، يبقى ما فيش حاجه اسمها روبوت، يبقى الروبوت ده هيبقى هيكل بس خلاص. ايوه يبقى ما فيش روبوت، ما فيش اي اي، يبقى ما فيش روبوت. هنطلع بره نستكشف. جدع. هو ده اللي انا عايز اقوله من بدري، الاستكشاف. يعني هو لقى تليفون قدامه، ما مش عارف هو تليفون، صح؟ انا لقيت البتاع ده على الترابيزه تمام. فاول حاجه هعمل كده عارف ان الاكل موجود، فعارفه، فهقفل كده طبعا. دي حاجه ما نقدرش نستغنى عنها. انت بتراهن ان انت مش هتاكل عشان تبقى مخضوض اصلا، انت مش عارف انت فين. قصدك يعني اللي هو بقى عليه؟ لا اصل انت بص بتقول هتفتح كده، طب مش فتحت، راهني بقى ان انت هتحطها كده ومش هتاكل. ليه بقى؟ راهني بس ان انت مش هتاكل. هراهنك ان انا مش هاكل، مش فاهم. عارفه هو هيراهنك ليه؟ لان هو اصلا عمرها ما تحصل ويرجع.
عمرك ما هي تفكر فكره بس والله نفترض ان احنا رجعنا. نفترض. لا انا عن نفسي لو مكانه لو فتحت كده ايه ده، انا عارفه ان دي اكل بس اكيد هاكل منه بعد ما افكر كده. لا انا مش هاكل. بص انا ايه ده؟ اه تمام؟ هاخده وهطلع مثلا ممكن هلاقي اصلا اشوفه اول مره اقوم جاي اعمل كده، وممكن تاني مره اقوم جاي اعمل كده برضه، ملوش لازمه. طب مثلا ما هو ممكن لو عملناه كده وعملناه كده يفتح لوحده. ما هو انا جاي لك في الكلام، ما هو انت استكشاف يعني ايه؟ يعني انت ممكن تكون لابس دي في ايديك. طب دي ايه دي؟ بتعمل ايه دي؟ ايوه ليه الأرقام اول دي؟ حاجه انت ليه الحاجات دي؟ هتلاقي حاجات، فهتقعد بقى ايه تستكشف، ومن هنا هتيجي تبدا فكره ان انا ايه هعيد التعليم من جديد، بس هتعب شويه على ما اقدر اكون العقل اللي اقدر ان هو يتعلم كل الحاجات دي. الشاهد من الموضوع، هل يمكن تخيل الكوكب من غير تعليم؟ لا اظن هنرجع للعصر الايه، الحاجات. فبالتالي التعليم مهم جدا ما نقدرش نستغنى عنه. لذلك بقى تلاقي بابا وشبشب ماما جاهزين في اي وقت عشان لما يشوفوك ايه ما بتتعلمش. مفيش إيه؟ الحاجات دي. مفيش عندكم الحاجات مفيش دي؟ الحاجات دي. طب والله العظيم وقت التعليم بتاع زمان كان احسن، كان بيبقى فيه شبشب وكان بيبقى فيه حاجات حلوه كده. انت كنت بتتضرب بالشبشب؟ انا عشت اسود من كده. ضربت بايه؟ مش فاكر، بس انا كنت يعني كان كله زمان كان بيتضرب باي حاجه تقابل باباه. يعني بابا اول ما يشوف اي حاجه قدامه تحس ان هو انا قلت قبل كده الشبشب يخترق قانون الجاذبيه. يعني انت لو هربت تلاقي ماما عملت كده، رميت وتلاقي الشبشب بيلف ورا. اه والله زمان كنت تلاقي. شباب سمك الامهات على الفاضي. مين ده؟ ايوه والله دي مش حاجه وحشه، بيظلموهم. دي مش حاجه وحشه عشان نظلمهم عليها، هم اصلا كانوا بيعلموا اولادهم زمان. بيعلموا بالشبشب؟ اه ايوه هما بيربوهم يعني هم بيعلموا البنات، بيعلموا البنات لما عشان لما يتجوزوا يضربوا بالشبشب. اه وبيعلموا ايه ده دخلنا اه فعلا فهمت. انت مش- اللي هو ايه لو كمان جت تقول لها تضربي لي شوف ليه يا ماما دي والرقصه يا حبيبي. علشان بالظبط. والولد مثلا يجي ايه يقول لها تضربيني مش ليه يا معانا ماما؟ يعني. تضربيني ليه عشان تتعلم؟ طب يعني ما انا هتعلم من غير ما تضربيني عشان لما تكبر تضرب ولادك عشان بس ده الموضوع وراثه اصلا. يعني ليلى لما تكبر لقيت ان في شباشب في الموضوع فهتضرب عيالها حرام. لا ليلى لا احنا بنتكلم على زمان، اصل انا بتكلم دلوقتي. هم قالوا لا احنا ما بنمرش هم قالوا احنا ما بنمرش بالحاجات دي. ماشي، الجيل الحالي ده ما بيمرش بالحاجات دي. انتوا عارفين دي مشكله اصلا بجد. ليه بقى؟ تلاقي الولد اليومين دول ممكن تلاقيه بيشتم في الشارع، بيعلي صوته، بيعمل بيخلي ان هو ما مرش بمرحله الشبشب. ممكن ده هو اكيد. ده انت ممكن تلاقيه ما بيعملش الحاجات دي ممكن. اه انت عارفه بقى لو هو مر بمرحله الشبشب والله العظيم ما كان عمل الحاجه دي. طب هقول لكم على حاجه، مش بيجي لنا اليومين دول مصطلح بيقول لك هو الشتيمه مش عيب؟ في ناس متخلفه كده. طب بلاش دي، ماشي في ناس بتقول ان الاغاني مش مش حرام. صح. اه مش حرام. مش حرام. ده حلو. في ناس يعني حته صغيره جت في بالي دلوقتي ان نحاول نديها للناس من باب الاقناع. يعني ليه بقى الاغاني مش حرام طالما انت بتفصلها وقت الاذان؟ صح؟ عشان الاذان ليه احترام. انا لو بتكلم لا هو انت عارفه، لحظه يعني كده الكلام حرام. انا لما بتكلم بسكت عشان الاذان، فانا بدي الاذان احترام. بس لا في ناس بتتكلم اثناء الاذان، انت اصلا كده كده هتلاقيك بتردد مع الاذان يعني بتتكلم. ماشي. انا بتكلم على الناس اللي هي المغيبه. معظم فاهمين؟ الأغاني مثلا بتبقى الفاظها مش كويسه. اه هو احنا بنتكلم على الناس المغيبه اللي هي اصلا لدرجه وصلت بيها الدرجه ان تيجي تقول لك الاغاني والموسيقى مش حرام، بس هو نفس البني ادم ده تلاقيه بيجي وقت الاذان بيعمل ايه؟ بيقفل. صح؟ يبقى هو اصلا من جواه كده مقتنع ان الاغاني حرام، بس بيضحك على نفسه قدام الناس ويقول انها مش حرام عشان يسمعها براحته، والشيطان عمال يضحك عليه ومخليه ايه؟ انا عارفه ان هي حرام بس انا بسمعها. بس انا عارفه ان هي حرام. ده في حد ذاته انجاز. عارفه ليه؟ انت كده كده مدركه وعارفه، فعارفه ان في ذنب، فكده كده ايه ممكن في وقت من الاوقات تبطلي. انما في ناس مقتنعه اقتناع تام ان هي مش حرام. طب يا مستر ما هو ممكن مثلا نشيل الموسيقى اللي فيها وتبقى مش حرام. بقى فيها اغاني بقى فيها الفاظ مش كويسه. لا مش الاغاني دي يعني مثلا ايه. لا اه في اغاني مصر في اغاني كويسه نشيل منها الموسيقى ونسمعها عادي. عادي. لا ما نختم. والله اه والله
وهنا يا جماعة اتكلمنا عن موضوع انت لو عشت في الكوكب يوم واحد او لو عشت لوحدك على الكوكب. لما هو ده لازمته ايه؟ ده بيوصل الصوت بسرعة عشان المشاهد نفسه ما يحسش بصخب في الصوت. بمعنى لو عشنا على الكوكب لوحدنا عرفنا اراء الباشمهندس او الدكتور عبد الرحمن. باشمهندس ولا دكتور؟ دكتور. ان شاء الله دكتور. دكتورة جنى. لا ليلى مش هنقول دلوقتي عشان ليلى توب سيكريت. لا حول الله. طب قولي. اقول ايه؟ قولي نفسي تطلعي ايه؟ هوستد. ماشي. فقولوا لنا ارائكم وشوفوا هل اراء الدكاترة كويسة ولا في تعقيب على الكلام ده، صح ولا لا؟ ماشي. واستنونا المرة الجاية ان شاء الله نتكلم عن موضوع شكل او اختاروا لنا مواضيع بنفسكم، ممكن تقولوا لنا مواضيع نتكلم عنها.